المرة ال20 الواحد مش عارف يقول ايه، الواحد دمه محروق وبيغلي وحاول الوحيد ما يعرف يعمل يمسك تليفون يعمل فيديو. انا مش عارف هيوصل مش هيوصل مش فارقة، بس الواحد دمه محروق. احنا الاهلي نخسر بالطريقة دي؟ احنا جمهور الاهلي مش مستنيين غير حاجة واحدة من الخطيب. يا خطيب كولر خلاص باي باي. النهارده توجه له الشكر، ياخد شنطته يروح يقعد على جبال الألب في سويسرا، يشرب الواين بتاعه ويرتاح وهو كده تمام. الراجل بيدافع النهارده 90 دقيقة في استاد فيه 85 ألف من الجمهور، مولع استاد نار من أول دقيقة لآخر دقيقة، بيشجع قلب الدنيا عشان فرقته. مدرب عنده دكة فيها أشرف بن شرقي وفيها قفشة وفيها حسين الشحات وأسامة أبو علي ومع دملي على الدكة جنبه، وبيدافع 90 دقيقة. الكورة اتعلمناها من زمان، احترمها تحترمك، هاجم تجيب اجوان. احنا الفرقه اللي بتلعب لغايه اخر دقيقه وبتجيب اجوان، وكل اللي بيقول علينا فرقه بتاعت اخر دقيقه. ايوه يا باشا، احنا بتوع الفرقه عشان الفرقه بتقتل نفسها لغايه الاخر عشان تجيب الجون وبنكسب بيها. النهارده اتعملت علينا. كوره هتحترمها هتحترمك، هاجم العب كوره اعمل اللي عليك، خسرت خسرت. بس انت النهارده بتدافع، يعني دفعت ماتش هناك قلنا مش مشكله، نلعب بره ملعبنا يلا نخسر، يلا قصدي ندافع. معاك حق، هنأمن بقى في القاهره وهنلعب القاهره، هنيجي هنقطعهم وهنعملهم والاداره جابت لك موافقه من الامن الساعه كامله للاستاد والجمهور جو مولع الدنيا، ودك عندك مولعه، وجاي لك زيزو وعمال الاداره مقطعه نفسها، وانت مدرب لا لا مش هلعب. يا عم العب، لا لا مش لاعب، انا هدافع. يا حبيبي يلعب، لا لا والله ما لاعب يا باشا، انا كده تمام، انا هجيب جون وادور. ولو جاب جون جه ما جاش ما جاش. طب تخيل الجون اللي ما كانش جه، تخيل الجون بتاع طاهر ده اللي هو اصلا والله لو عدناها 10 مرات ما هيجيبها. شوف انا اهلاوي وبقول لك طاهر لو عدت الكوره دي 10 مرات والله ما هيجيبها، وجت وربنا كرمنا. كمل بقى، دوس بقى، دوس بنزين الفرقه تانية وقعت، دوس دوس على وشهم، هات وشهم في الارض، اضغط. هي دي الفرق الجامده، تكسب واحد ما تقفش، تجيب التاني والتالت والرابع خط موته، موت امه دعسه وهم وقعوا. يعني نسمع تعليق الشوالي قال لك هم وقعوا خلاص، هات وقعوا بقى خلاص، ادوس عليهم، اركبهم، اركبهم بقى، انا كوره اركبهم. مش بتطلع لي امام عاشور احسن لعيب في الفرقه وتخلي اكرم توفيق 79؟ ايه حكايه التغييرات انت بتنساها دي اصلا؟ انت بتنسى يا باشا ان عندك تغييرات؟ بتنسى عندك 5 تغييرات في 3 مرات؟ بتنسى انت ولا انت مسقطها ولا انت عايش في زمن لا لا لاند، ولا انت ايه قصه امك انت؟ يا حبيبي، يا حبيبي بص يا خطيب، احنا مش مستنيين منك حاجه النهارده غير تطلع بقرار ان احنا وجهنا الشكر لكولر، مارسيل كولر، مسياه، روح اقعد على جبال القلب بتاعتك وشكرا كده جزيلا. احنا والله شاكرين افضلك وبنقول لك شكرا. انا مش فاهم احنا ليه الاهلي بيحصل معانا كده، كل شويه نجيب مدرب في الاول يلعب حلو زي موسيماني، زي الفل، هوب بيجي باي، يتعلق في الاخر. هوب يجيب كولر، هوب هوب حلو 100 زي الفل، هوب متعرفش في الاخر يتعلق. ما تفهمش الضغط بتاع جماهير الاهلي اللي طالبهم بالفوز دايما بيخليهم في الاخر يجبنوا او بيتهبلوا. انا مش فاهم، اقسم بالله مش فاهم ايه اللي بيحصل. بس واحد زي الكوره ده خلاص يا باشا، ده واحد يا باشا بطل كوره لقفشه، بطل كوره لحسين الشحات، ومشى عبد القادر، ومشى او مشى حمدي، ومشى عبد المنعم، ومشى الوديانج. ولا عبد المنعم يا باشا هو كان عايزه بس جاله عقد كويس، لكن حمدي وديانج وعبد القادر ما انت زهقتهم خدتهم يمشوا، زهقت امه. انا احمد رضا كويس، لعيب كويس وحلو وزي الفل، بس خلاص بقى. يعني لعيب زي ده الشوط التاني تطلع يا باشا نزل بقى قفشه، انت دوس، دوس. انا مش عارف الواحد مش عارف يقول ايه، بس الواحد اللي عارف يقوله ان واحد يا باشا زي ده لازم يمشي خلاص كده، شكرا يا باشا، انت اللي عملت اللي عليك، تسلم ايدك، باي باي كولر، باي باي كولر، باي باي، خلاص. خطيب، عندك فترة تلحق تدور على مدرب لغاية لما نرجع نروح كأس العالم. خلاص عندك تلحق تجيب مدرب يقعد نوصل كأس العالم،
يعرف الفرقة، يعرف زيزو اللي جاي، يشوف حسين الشحات، يشوف قفشة، يشوف الديانج اللي جاي، يشوف حمدي، يشوف تريزيجيه، يشوف جرشار، يشوف وسام ابو علي، شوف هيلعب الشناوي ولا شوبير بقى. خلاص بقى، خلاص بقى، كولر ده كده السلام عليكم يا جدعان. الواحد مش عايز يصور الفيديو بس مش عارف، حرقة الدم مفولاك. اللي بيتفرج على وائل الجمعة بيقول لك احنا بنلعب المنظر ده؟ احنا كرة احترمها يا جدعان، تحترمك اقسم بالله ما فيزياء نووية هي، ولا انت بتخترع ام الذرة، ولا انت ليه؟ وبعدين ايه تغيير؟ ايه موضوع التغييرات ده؟ عشان موضوع التغيير ده حرق دمي. اي فرقة في الدنيا حس التشكيل في حاجة غلط، يجي مثلا الشوط التاني يغيره، ومش عايز الشوط الاول. دقيقة مثلا 50 55 بيقول لك مثلا لعيب يجي يجرب 10 دقايق 5 دقايق الشوط التاني ما مشاش، لا نبدله. طيب بلاش تيجي الدقيقة 60، بلاش تيجي الدقيقة 70، بلاش تيجي الدقيقة 75 تقول اخر ربع ساعة. انت كولر عمرك ما تعمل تغيير قبل الدقيقة 75. انت الماتش اللي فات التغييرات في الدقيقة 80 وحاجة و80 87 منزل اشرف بن شرقي ومش عارف مين تاني كان. النهارده منزل لي اول تغيير تكتيكي 79، بيطلعوا احسن لعيبه عندك امام عاشور ونزور اكرم توفيق اللي بيدافع صرف. يا باشا انت حد فاهمك مفيش تغييرات؟ ارحم مين اللي جابونا بقى يا خطيب. مش مستنيين منك النهارده غير إقالة كولر، توجيه الشكر ليه، والبحث سريعا عن مدرب جديد. شكرا، ده اللي احنا طالبينه.